صباح الخير. النهاردة هحضر معاكم سمكة بوري مقلية بتتبيلة سهلة، جربوها هتعجبكم. أول خطوة، في بولة كبيرة نضيف 1 معلقة صغيرة ملح، ونص معلقة صغيرة فلفل، نص معلقة صغيرة كمون، ونص معلقة صغيرة شطة ودي اختياري، وعصير 3 ليمونات، و2 معلقة كبيرة خل، ونقلبهم مع بعض. مش هنضيف توم لتتبيلة المقلي طالما السمكة وزنها أكتر من كيلو. لو سمك صغير أقل من كيلو نفس التتبيلة دي، بس نضيف ليها توم مفروم. دي سمكة بوري وزنها 2 كيلو تقريبا. بعد ما بقسم السمكة شرايح، أنا بحب أقسم الديل لنصين كده، باقي السمكة شرايح بسمك 2 سنتي تقريبا أو أكتر حاجة بسيطة، وده علشان التسوية تكون مظبوطة. السمكة مغسولة ومتصفية كويس جدا. هنتبل كل قطعة بالتتبيلة ونقلبها فيها كويس. مش هنسيبها في التتبيلة لوقت طويل، بالكتير ربع ساعة أو على ما نحضر خلطة الكفر. السمكة دي كانت مبطرخة، نمسك البطارخ بحرص. بعد ما غسلناها نجففها بهدوء، وعلشان نتبل البطارخ من دون ما نجرحها أو تتفتح أو تنفجر أول ما تنزل بالزيت السخن بستيك رفيع، نعمل فيها كام ثقب كده. ولما نتبلها ما نضيفهاش للبولة اللي فيها قطع السمك، عظم السمك ممكن يجرحها، فبفرشة ناعمة ناخد من التتبيلة وندهنها. بالنسبة للكفر، عندنا هنا في بولة 1 كوب من الدقيق، نضيف عليه 1 معلقة كبيرة نشا، وعليهم رشة ملح ورشة فلفل ورشة كمون ورشة شطة، ونقلبهم مع بعض. هناخد كل قطعة سمك ونقلبها في الكفر من كل ناحية، وننزل الدقيق الزيادة منها وننزلها في الزيت بعدها فورا. الزيت يكون سخن وغزير. شايفين قطعة السمك متغلفة بالدقيق من كل ناحية. ما تقلبوش السمك غير لما يبدأ لونه يتغير من أسفل. نقلبه الجهة التانية لحد ما ياخد لون ذهبي من الجهتين. كده أخد لون حلو من الجهتين. نخرجه من الزيت ونضيفه على شبكة علشان يصفي الزيت الزيادة. وكمان البطارخ بعد ما نقلبها في الكفر بهدوء ننزلها في الزيت فورا، وما بنحركهاش غير لما تبدأ تتماسك وتاخد لون ذهبي. التسوية واللون مظبوطين جدا. هنخرجهم على الشبكة ونضيف عليهم رشة ملح وفلفل، ونقدمه مع رز أحمر وممكن أبيض زي ما تحبوا. التتبيلة اللي حضرناها النهاردة مناسبة للسمك المقلي اللي وزنه كبير، ممكن البوري أو اللوت أو الوقار، القاروص، الكنعد، الهامور. الفيديو القادم هيكون سمك الغطيان. اضغطوا على سبسكرايب وعلى الجرس، واختاروا أول أو كل علشان يوصلكم إشعار بكل وصفة جديدة بنزلها. وما تنسوش لو عجبتكم وصفة النهاردة اضغطوا على لايك، وبألف هنا مقدما لكل اللي هيجرب وصفة النهاردة.